ويلا بينا يوم جديد بفلوج جديد. رحت مكان جديد، تعالوا بينا نشوف انا عملت ايه فيه ورحت فين. وهنا خلاص كنت ركبت وبدأت اتحرك، وهنا كنت بصور معاكم الطريق عشان نعيش مع بعض الاجواء ونعرف انا رايحة فين. هنا خلاص كنت قربت اوصل للمكان اللي انا رايحة فيه، واكيد اكيد اكيد هنا انتوا عرفتوا انا رايحة فين. وهنا انا واختي كنا بنتمشى داخلين المكان، ودي البوابة بتاعة الحديقة. وطبعا الحديقة كبيرة جدا، حاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب لكم لقطات منها. وغالبا كده على ما اعتقد ان انا قضيت اليوم كله في التصوير انا واختي لحد ما نسينا. والصراحه اليوم كان حلو واستمتعنا بيه جدا. بصوا انا عاوزه اعيد التجربه تاني. وانا هنا عاوزه اقول لكم ان انتوا باقل التكاليف في مكان هادي جدا بمصاريف قليله ان انتوا ممكن تقضوا يوم حلو جدا مع عائلتكم بتكاليف قليله جدا. وهنا قعدت انا واختي ناخد استراحه محارب ونكمل. وهنا كنت عماله بدور على مكان اقعد فيه انا واختي عشان نتصور، والحمد لله استقريت على المكان ده. وهنا ما كنتش متوقعه ان انا يعجبني الجو في الحديقه بالليل، يعني انا كنت متوقعه ان الجو الصبح هيبقى احلى، لا طلع بالليل احلى. وهنا طبعا كنا لازم نوثق اللحظه انا واختي ونتصور كمان بالليل، بس هنا طبعا في صوت غريب قطع علينا التصوير خالص. بس رجعنا كملنا تاني. وهنا كنت بوريكم الحديقه بالليل شكلها عامل ازاي، بجد كان تحفه تحفه تحفه.